السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا شك أن العديد منكم يستعمل نظام ويندوز ومع المدة يمل من هذا النظام ويريد تغييره. إذا في هذه الحلقة إن شاء الله سأريكم طريقة تحميل هذا الملف الصغير والذي من خلاله سوف نقوم بتغيير شكل الويندوز 7 إلى نظام أوبونتو الجديد. إذا كل ما عليك هو الدخول إلى هذا الرابط والذي سأتركه أسفل الفيديو، ثم تقوم بالضغط هنا على داونلود. إذا بعد تحميل هذا البرنامج سوف تظهر لك أيقونته على هذا الشكل. إذا سوف نقوم بالضغط عليه، ثم ستظهر لك نافذة على هذا الشكل لتثبيت البرنامج. إذا طريقة سهلة، سوف نقوم بالضغط هنا على next ثم accept ثم next. عفوا، عليكم أن تزيلوا هذه العلامة من هنا كما تشاهدون أحبابي في الله، ثم نضغط على next، ثم نختار أو عفوا نضع العلامة في جميع هذه الخانات، وذلك لتحميل جميع أو لتثبيت جميع التيمات مع هذا النظام الجديد. ثم نضغط على install، ثم نترك البرنامج إلى أن يتم تثبيته. إذا بعد الانتهاء من عملية التثبيت نضغط هنا على next، ثم سيطلب منك البرنامج إعادة تشغيل الحاسوب. إذا نضع العلامة هنا ثم نضغط على finish. إذا نلتقي بعد إعادة تشغيل الحاسوب. إذا كما تشاهدون أحبابي في الله، بعد إعادة تشغيل الحاسوب فقد تم تثبيت هذا البرنامج على حاسوبك، وقد تم تغيير شكل الويندوز إلى هذا الشكل أوبونتو الجديد. إذا كما تشاهدون أحبابي في الله، تم تغيير شكل الأيقونات كما تشاهدون هنا أحبابي في الله، أيقونة أورديناتور، وأيضا هنا نوفو دوكيمون تم تغييرها، والعديد من التأثيرات تم إضافتها إلى النظام الجديد. إذا أتمنى أن تكون حلقة اليوم قد أعجبتكم، فلا تبخلوا عنا دائما بالزر لايك وأيضا تعليقاتكم المشجعة، ولا تنسوا دائما زيارة مدونتنا محترفي النت، وأيضا الالتحاق بقناة ميدي تيوب. إذا أشكركم على حسن المتابعة، نلتقي في حلقة جديدة إن شاء الله.